مفيش حاجه اسمها المأذون الفرفوش رزق، ومفيش حاجه اسمها مأذون فرفوش يقعد يهزر مع العروسه ويهزر مع المعازيم ويقول لي مأذون فرفوش. لا، ما ينفعش اكتب كتاب واحده وانا لابس الزي الازهري والعمامه الازهريه وهي قاعده مبينه جسمها كله وعريانه، والمعازيم واقفين عريانين بيهزروا ويضحكوا. انا راجل جاي من الازهر، ملتزم بالتعليمات الازهريه، ملتزم بتعليمات الدين اللي انا اتعلمتها. فلما اجي اكتب كتاب، بكتب كتاب الرجاله قاعدين زي زمان ما كانوا الرجاله بيقعدوا يكتبوا الكتاب ويروحوا يبعتوا واحد العروسه موافقه او موافقه، مين وكيلها، يسالوها وكيلها ابوها. كلام كان كده. اما اجي انا اكتب الكتاب والعروسه عشان الورق لازم يتمضى، عارف، والكلام ده كله بتبقى قاعده بعيد ويتبعت لها الورق تتمضى، وانا قاعد كمأذون بوقاري بزي الازهري بكتب الكتاب. ما بقعدش اهزر واضحك وهي قاعده جنبي وعمال امسك ايديها واهزر معاها واضحك وايه مش عارف ايه، ولا احافظ على الجمال اللي معاك. ده كده مش رزق ولا نيل، ده كده قله ادب. لازم التزم بتعليمات الدين، لان انا رايح اعمل حاجه للدين. ده وجهه نظري. لكن ان انا اقعد اهزر واضحك واعمل ده مش رزق يا جماعه، ولا ام رزق ولا ابو رزق. هنوصلوا لفين تاني؟ يتوب علينا ربنا.